عسلامة عسلامة حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكون بخير. اليوم مش نعمل مع بعضنا كريم ثوم من غير بيض، مثل المطاعم تطلع طعمتها بنينة برشا برشا. تبعوني للاخر وشوفوها كيفاش باش تطلع لكم. اول حاجة باش نبدا بها باش نعمل نشا. عندي 400 مليلتر ماء بارد، وحطيت نصف كاس ماء باش نحط عليه 3 مغارف نشا باش نحلهم وحدهم على البارد. نشا باش نحطوها على البارد، ومن بعد كي نحطوا الطنجرة على النار باش نبداو نركضوا فيها على السريع ونصبوا بشوي بشوي في النشا اللي حليناه على البارد وحده، باش من بعد يطلع معنا باهي الكريم ثوم كي نعملوه. شوفوا كيفاش حركتها لي ذابت نشا وحدها. من بعد طول مش نرفعها على النار. حضرت الماء حطيته هكا يغلي، وفي المرحله ذي باش نبدا يد نصب بها النشاء ويد الاخرى نركض بها على السريع ثواني، يعني تمسك النشاء تشد روحها اكثر، خلوها هكا تغلي شويه والنشاء تتغير لونها مثل ما شايفين انا عامله في الفيديو بالضبط، هكا يصير شفافي. خلوها هكا تصير هكا فقاعات طلعهم. شفتوا كيف عملت؟ ومن بعد مش نفرغوها طول باش تبرد لنا، باش من بعد نقدروا نخدموا بها الكريم الثوم نتاعنا. هنا مش نفرغها باش تبرد على الخالص، وهكا مش نحط عليها كيس بلاستيك من فوق او بابي سلوفان باش من بعد ما تعملش لنا الوجه من فوق. نحبوها تبقى هكا ناعمه بكلها. قعدت انا تقريبا ساعه حطيتها في الثلاجه باش تبرد لنا ونقدر نخدموا بها على السريع. بعد ما بردت تماما شوفوا لي صار كالجيل نشا، باش نحطه في كاس اللي نقدر نخفق بيه من بعد بالبلندر. اول مرحله مش هكا نضربها شويه خاطر تصير ناعمه كلها، ما عادش تصير هكا قالب واحد مع بعضهم. وعندي مقدار مغرفتين عصير ليمون ومغرفه ملح باش نحطها معاهم، هذه في المراحل الأولى. ومن بعد عندي 4 سنون ثوم أنا رحيتهم باش نحط عليهم. عندي ثلج مكعبات هكي يعطي تعمل الكريم ثوم ويصير يمسك روحه، يعني وقت اللي احنا نضربه فيه يبدأ بالزيت يشد. واللي يحب طعمة الثوم أكثر يزود. أنا عملت 4 سنون كبار باهين، يعني سن الثوم مش الراس الكبير، سن مش نضربهم مع بعضهم. في المرحلة هذه مهمة الزيت لازم هكا يعني كاين خيط مش يهبط، بشوية بشوية تصبوا كيف طريقة المايونيز بالضبط. لازم تبدي تركضي والزيت تبدي بشوي بشوي. الزيت في الكل 250 ملي. هذه الكمية راهي كبيرة، اللي يحب يعمل كمية أصغر أنا حطيتهم الكل في صندوق الوصف، فيكم تتبعوهم بالتدقيق. أو اللي يحب مثلا كمية أكثر يعمل كمية أكثر. أما أنا أنصحكم كل يوم ويوم، يعني كل ما تعملوا تحبوا تعملوها في وقتها. أنا الكمية ذي هبطت لي بسم الله وما شاء الله، ودكم ولا نشاهيكم. وهنا بعد ما ركضناها بالباهي صارت قوامها باهي ملس، يعني ماسك روحه. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم في كومنتير كيفاش طلعت معكم، ونشوفوا على خير في فيديو جديد. ولا تنسوني بدعمكم في القناة وترنوا الجرس ليوصلكم كل جديد. مع السلامة.